السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا حلقة جديدة من دراسة على التشيس. الدراسة دي موضوعها ايه؟ هو باختصار دراسة لتطوير مستواك الشطرنجي. اسمها انا بكتبهولك في الصورة المصغرة او في العنوان. مهم. الدراسة دي تقريبا مبنية على 4 أعمدة. أول عمود فيها بيقولك الشطرنج 99% منها تكتيك. فبيورينا الأول مثال سهل. في هذا الموقف فكر وجيب النقلة الصح. ده لعب ميستيك وده فتاة البيضاء. أولا نحسب كشاء عن هذه الكش، لكن هياكل وما عندي مليش فيها أي حاجة، ملهاش أي فايدة. تاني حاجة أكلات قدامي، أكل ايه؟ أكل البيضاء ده في ملهاش لازمة، لكن قدامي أكلة دي. طب لازمتها دي لازمتها لما اوه معلش ثانية. هي بتاعت الحل. بص لازمتها لما اكل طالب التشيك ميت. عشان تحل التشيك ميت لازم تلعب نايت هنا تحمل التشيك ميت، فاكل النايت ببلاش. اوكي خش على البازل اللي بعده. في البازل ده الاسود يلعب بلندر وياكل الحصان. ايه ده؟ هل ده بازل؟ بيقول لك تقييم اللغز ده متوسط. فكرة ان انا لما اكل، فكرة الاسود ان هو بيدفع عليا البيضة، طالب الفيل وطالب الفيل. تتصرف ازاي؟ اولا خلينا متفقين، كل بازل من البازل الجايين وقف الفيديو وفكر. تمام. تمام. واحنا هنعمل النهارده اول عمود، هو تقريبا لسه فيه 3 اعمدة. ماشي. هنا انت هتعمل ايه؟ لو اكلت هياكل الفيل تبعك. تمام. طب لو اكلت الفيل تبعه هياكل فيلك بتنبع على الروك. تمام. هنا انت المفروض تعمل حاجة، النقلة هي بيشب. بيشب. يا عم انت جايب لي الفيل ببلاش، انا هاكل فيلك. ما بياكل يا عم بالكينج، ما الفيل ساب حماية الحصان فاكل الحصان بكش. تمام. طب لو اكل الفيل ده، اكل انا مكانه الفيل ده بتيمبو على ده، هو في بدا هيسقط والدنيا متفل وعشرة. المهم خلينا على اللغز اللي بعده. ده هنا بيقول لك ده اللغز الجاي اند جيم. ماشي. اللغز ده معروف جدا يا شباب، اغلبكم هيكون شافه. ازاي تكسب هذه النهاية كأبيض لو انت الدور عليك كانت ابيض؟ اولا لو دفعت كده هيدفع كده، تاكل ياكل مالكش حاجة. تمام. والدور تعادل. تمام. طب يا عم ادفع كده هيدفع، تاكل ياكل تعادل مفيش حاجة. اما ليه يا عم؟ ادفع دي. ادفع دي. هو اولا انا دافع طالب ان انا اكل واجيب بداية سالك. تمام. طب ما اكل يا عم. اكل. لو انت اكلت بيضة في بيضة، هو هياكل بالبيضة، تاكل بيضتين في وش بعض، ما استفدتش حاجة. فكرة ان انت هنا تدفع الدفعة دي. اوكي. طب لو اكلوا عندك بداية سالك. اوكي. طب ليه ما تدفعش الدفعة دي؟ ان هو لو اكلوا ملكش حاجة، يا اما هتاكل كده يا اما هتاكل كده، ولو اكلت كده هياكل عنده هو بدايين سالكين وبيكسب. فالحل ان انت تدفع الدفعة دي بعد ما ياكل بدأ سالك. ومبروك عليك يا عم الجيم. تمام. تمام. هذه النهاية. ازاي تفوزها؟ ازاي تتعادلها؟ قصدي ازاي الابيض يتعادل هذه النهاية؟ ابيض ده انت مش شايف البيضة يا عم. لا. هنا في اونلي موف كينج. كينج دفع البيضة يا عم، البيضة مش هيتلحق. طب ما انا مش هلحق البيضة ده، لكن واحد عامل البيضة ده كينج. يا عم ده هياكله. اونلي موف في هذا الموقف كينج. اونلي موف. طب يا عم ارجع. اونلي موف في هذا الموقف. يا عم لو اكله، لو انا جيت كينج هنا وهو اكله، ما انا بلحق البيضة ده خلاص. فهاجي كينج فهو مش هياكل عشان الحق البيضة. طب ما البيضة طبعه بيهرب. انا جيت وطالب ارقي، طب ما هو هيرقي. لا. انا هدفع طالب ارقي ترقي ارقي. طب ما هو جه كينج هنا
كينج هرقي ونهاية تعادل، خلاص انتهت بالتعادل. اوكي. هذه النهاية. رخ كش. لو لعبتي كينج هربطك واضحي وخلاص. تمام، والنهاية دي تعادل. لكن احنا عايزين الابيض يكسب النهاية دي. عشان يكسب هتيجي هنا هربطك واضحي، نفس الفكرة. فانت تطلع مش هنا، لو طلعت هنا هراقب، تطلع هنا. فمالوش فمالوش فرصة ان هو يراقب، فيديك كش. لو نزلت روك هنا، مسافة ما ترقي الكش واخده. اوكي. فتيجي هنا يديك كش، نفس النظام. هتيجي هنا روك هنا، ولو رقيت كش واخده. تمام. ولو جيت هنا، عادي هبدأ اديك كش ونفس النظام. تمام. فتيجي كينج هنا، المرة دي بقى يديك كش. انت لو طلعت هيجي نفس الفكرة اللي احنا قاعدين بنقول عليها. لكن الفكرة ان انت هنا هتلعب نقلة خبيثة. هنا انت جاي طالبه على اساس روك هنا، يعني طالبه، وما يقدرش يجي هنا عشان هنا هو جاي هنا، وعلى اساس ان خلاص مفيش حاجة هتتعمل. لكن هنا في فخ، هو لعب فخ قوي جدا. تقول لي فخ ايه يا عم؟ يا عم ما راح اجيب كوين. تجيب كوين؟ لو جبت كوين يا باشا هيبلعك بريليانت موفك بكش. ما اكل يا عم عادي. تاكل مين؟ استلميت. اوكي، الملك هيتخانق. فاذا اونلي موف ان انت تجيب روك، عشان لو عطاك كش تاكله، مفيش استلميت. طب هو جه هنا يا عم، ما النهاية دي تعادل اخ ضد اخ. تعادل لو الملك ده مش هنا، لكن الملك هنا. لو انت جيت كده هديك كشات وهنفضل اكشكشك والنهاية تعادل. لكن الاونلي موف كينج طالب تشيك ميت، والطالب يروك كسبت. اوكي. اللي جاية تقريبا تبع نقاب الخشب، بقى 5 الغاز، وبعديها هنكمل السلسلة بعدين. تمام. اوكي، هذه النهاية. فكر وجيب. اولا مفيش كشات، فكر في الاكلات. تمام. انا اعتبر ان انت فكرت. الفكرة هنا ايه؟ الحصان ماسك هذا المربع والفيل ماسك هذا المربع، فتلعب بليون موف روك. طب لما ياكل، تيجي روك دي بتشيك ميت. اوكي، ملك خلاص مات. نشوف اللغز اللي بعده. اللغز اللي بعده وضعك ايه؟ جميل. اولا في كشات، في الكش دي بتشيك ميت، لكن الفيل منعها. تمام. طب فكر ايه كمان. هقولكم انا الحل، اعتبركم وقفته. تمام. الفكرة ان انت تلعب الكش دي. طب يا عم انت لحب الروك يا عم، وجاي بالفيل وطالب. الفكرة حاجة، الفيل عايزين نفتح له الوتر، ساعتها هيبقى تشيك ميت. فادفع البيضة تشيك ميت، يضطر يرجع بالوزير يبلع التشيك ميت. اوكي. تمام، فكرة جميلة. هذا اللغز. فكر. اكلات كشات مفيش، اكلات وتهديد. اولا في اكلة ان انا اكل ده، لكن يعملها بياكل بالبيضة. انت كده مفكرتش صح. الفكرة ان انا لما اكل ياكل بالبيضة. لو لاحظت الفيل ده محمي بالوزير بس. اوكي. ايوه، يعني ايه؟ وعندك بيضة هنا، معناها ايه؟ ان انت تدفع البيضة طالب الفيل. لو الفيل مشي في اي حتة يخسر قطعة. اوكي، ادفع ياكل، خسر قطعة. اوكي. تمام. في هذا الموقف لو لاحظت، اولا كشات
اكلات تهديدة. الكش في بالوزير، وفي كش هنا ملهمش لازمة، وفي كش من هنا ملهمش لازمة. ماشي. لكن في كشاية هنا لازمتها هي يا عم. يا عم دي كش يا عم، هياكل بروك. لو اكل بروك نسي دعم الوزير، ولو مشي بالملك هنا في كش بالكوين تشيك ميت. تمام. طب لو جه هنا نفس اللي تشيك ميت. فهنا الحل دي، عشان لما ياكل يخسر الكوين، او اكل بروك الاول بكش يخسر الكوين، او يجي هنا او هنا ويبلع تشيك ميت. تمام. ده اخر لغز يا شباب، وهو لغز سهل جدا ومعروف، واكيد شفتوه كتير. اولا فكر في كشات. عندي ايه كشات؟ عنديش غير كش واحدة دي. طب لو اكل يا عم نايت بكش واخد قطعة الوزير، لو اكل بالحصان اكل بالوزير واكون طالب بيدق. خلاص الدنيا امان، بس البيدق هيكون محمي بالكينج. اوكي، فانا مش هكون طالب بيدق، بس هكون طالب روك تيجي وهجوم كاسح. فبيشاب تكس ياكل نايت تكس بكش واخد قطعة. تمام. وهنا يكون انتهى الفيديو طبعا النهارده يا شباب. ولو عجبتكم الحلقة يا ريت تقولوا لي ان الحلقة كويسة اكمل في الثلاث اعمدة الباقيين. انا بشوف الالغاز وبوصلها لكم على حسب ما اقدر اوصلها لكم. لو عجبتكم الحلقة لايك يا شباب وسبسكرايب. شكرا.